السلام عليكم متابعين قناة أخبار النهاردة معانا خبر صادم بيشعل السوشيال ميديا وبيخلي الجمهور في حالة من الذهول والاستغراب. إشاعات بتنتشر بسرعة البرق عن انفصال شريف عمرو الليثي نجل الإعلامي المعروف عمرو الليثي عن زوجته ابنة الإعلامي تامر أمين. الخبر نزل كالصاعقة على المتابعين، خصوصاً إن العلاقة بين العيلتين كانت دايماً مضرب للمثل في الرقي والاحترام، والاتنين معروفين في الوسط الإعلامي بإنهم أصحاب تاريخ طويل من المهنية والهدوء. لكن إيه اللي حصل؟ وهل فعلاً وقع الطلاق؟ في بعض المصادر قالت إن الخلافات بدأت من فترة بعيداً عن الإعلام، وكانت العيلتين بيحاولوا يحافظوا على الخصوصية. لكن واضح إن الأمور خرجت عن السيطرة مؤخراً، وده اللي خلى الخبر يتسرب وينتشر زي النار في الهشيم. بعض الصفحات قالت إن الخلافات كانت بسبب اختلاف الطباع وغياب التفاهم، في حين قالت مصادر تانية إن تدخلات الأهل كانت سبب رئيسي، خصوصاً مع وجود ضغوط عائلية حاولت تمنع الانفصال لكن بدون فايدة. ووسط كل ده لحد دلوقتي لا عمرو الليثي ولا تامر أمين خرجوا يعلقوا بشكل رسمي على اللي بيحصل، وده اللي خلى الناس تتأكد أكتر إن في شيء حصل فعلا، وإن السكوت معناها تأكيد غير مباشر. الجمهور انقسم ما بين الصدمة والتعاطف، في ناس قالت إن دي حياتهم الشخصية ولازم نحترم خصوصيتهم، وناس تانية شايفة إن لما المشاهير بيكونوا في الصورة لازم يوضحوا الحقيقة للجمهور اللي بيتابعهم وبيحبهم. وفي النهاية حابين نقول إن دي مجرد أنباء منتشرة ومفيش لحد اللحظة أي تأكيد رسمي، لكن لو فعلا حصل الطلاق نتمنى للطرفين كل التوفيق والراحة النفسية، وربنا يعوضهم خير. قولولي في التعليقات، هل تتوقعوا إن في فعلا طلاق حصل؟ وهل شايفين إن لازم المشاهير يوضحوا للناس الأمور دي؟ ولا دي خصوصيات ملهاش علاقة بالجمهور؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول من أخبار النهاردة.